هاي السلام عليكم. 30 ابريل 2012 ايطاليا مرسالة. هذا البحر اللي ماتوا فيه ولادنا شباب الثورة، اغلبية شباب الثورة اللي هربوا من جحيم النظام الهمجي الوحشي التونسي اللي مازال قايم، وهربوا من جهنم كله من أجل الحرية ولقمة عيش كريمة. يا توانسة فيقوا، راهو شيء خطير ياسر. هذه العصابة حكومة الظل قاعد تشربنا في الدم الشعب التونسي، ونهب أموال طائلة ومستعبدة 11 مليون تونسي، وهذا شيء خطير. هذا راهو يلزموش السكوت عليه، يجب إطاحة هذه المنظومة العميلة السفاحة اللي هي حكومة الظل، اللي ترأسها حامد القروي والهادي البكوش وكمال طيف وكمال مرجان ومحمد جغام وحبيب الصيد ورشيد عمار وغيرهم من مرتزقة بقايا النظام الهمجي اللي ما يستهلش حتى قطرة مرجولية. هذه العصابة لا شرف ولا كرم ولا هم لهم، وما يسعرفوش بالتوانسة وما يحبوش تونس ويكرهون التوانسة. لهذا يجب عليكم يا توانسة تحطوا اليد في اليد والقاء القبض على العصابة، وكان يلزم اعدامها رميا بالرصاص حتى تحرر تونس. كل هذا من اجل شهدائنا اللي ماتوا من اجل هذه الوطن العزيز، ناس كلات الحوت والقرش والركان، وهم اغلبيه نتاعهم من ابناء الثوره، ماتوا ظلما، ماتوا يريدوا العيش الكريم، يريد الحريه. وهذا اخر كلامي، وان شاء الله تفهموا هذا الميساج يا توانسه، وانها ثوره حتى النصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثكم رياض العبادي من مرسالة.